جماعه لا ليجا تشتعل وتفتح دراعاتها لبرشلونه ترحب بيه في مباراه بكره، لكن يا ترى بكره برشلونه هيعمل مش سامع ولا غصب عنه هيعمل مش سامع؟ اهلا بيكم في حلقه جديده والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. والخمسه العالميه واشتعال لا ليجا الاسبانيه بسقوط مدوي النهارده مفاجئ لفريق ريال مدريد في الجوله ال 16 من عمر الدوري الاسباني بنتيجه 2-1 قدام العنيد جدا الغواصات الصفراء نادي فيا ريال بقياده كيكي ستين المدرب المحنك جدا. النهارده نادي ريال مدريد كان عنده ارقام سلبيه كتيره جدا، يعني كانت حاجات مبشره كده بالنسبه للماتش. يعني اول مره ريال مدريد يبدا في اول مره في تاريخه في الدوري الاسباني بتشكيله ما فيهاش ولا لاعب اسباني يا جماعه. والنقطه الثانيه النهارده بعد الخساره ريال مدريد بيحقق رقم قياسي تاريخي ما حصلش بقاله 77 سنه، ان الريال بيخسر مباراته الاولى في السنه الجديده، عملها السنه اللي فاتت قدام ختافي والسنه دي عملها قدام نادي فيا ريال. بص هقول لكم على حاجه من الاخر، يعني ريال مدريد عمرك ابدا ما هتقدر تقصيه من ان هو يكون مرشح لدوري الابطال ان هو يكون بطل يعني، وبالمثل بالظبط في الدوري الاسباني. لكن في نفس الوقت ريال مدريد عنده مجموعه من المشاكل اللي في اي وقت اي فريق عارف المشاكل دي هيقدر يباغت فيها نادي ريال مدريد وبكل قوه. النهارده الريال بادئ بتشكيله مثاليه، لكن خد عندك في بعض التغييرات كده الغريبه اللي بيقوم بيها كارلو انشيلوتي من ماتش للتاني ما بتبقاش مفهومه. يعني ليه تشاوميني موجود النهارده؟ ليه ميليتاو؟ التغييرات الغريبه دي بتاخدنا للمشكله الثانيه يا جماعه، ان يبدو ان في ماتشات كتيره جدا نادي ريال مدريد ما بيبقاش محضر للماتش. وهنا انا اقصد ان هو يكون دارس نقاط القوه الخاصه بالفريق الخصم، وهو ده اللي خلى نادي ريال فيا ريال يقدر ان هو من اول 4 دقائق كان قادر ان هو يسجل، كان بيباغت ريال مدريد طول الماتش، قدر ان هو يسجل في الشوط الثاني هدف التقدم، يعني هو اللي كان متقدم على نادي ريال مدريد. المشكله اللي بعد كده والغريبه جدا بالنسبه لنادي الريال مشكله هجوميه. الريال بقاله فتره طويله يا جماعه بيضيع فرص غريبه الشكل، مستوى فينيسيوس جونيور عليه علامات استفهام كتيره جدا، لامتى كريم بنزيما لوحده هو اللي هيفضل شايل هجوم نادي الريال؟ يعني النهارده كان نادي ريال مدريد قادر برضو ان هو يسجل في الدقيقه 9، لكن فينيسيوس بيهدر، بنزيما اهدر هو كمان، لكن يعني ربنا سترها معاه بعد الكره اللي اهدرها وهو داخل الستة ياردة وقدامه 3 مدافعين والجون كله موجود شاطها في المدافعين، لكن رجعت واتحسبت ضربه جزاء بعد كده. لكن نيجي للمشكله الاساسيه بالنسبه للريال واللي هيفضل يعاني بسببها، الدفاع يا جماعه. الدفاع وكيفيه بناء الهجمه لفريق الريال، فتح المساحات الكبير جدا اللي بيحصل مع نادي ريال مدريد وصعوبه التواصل ما بين اللعيبه وان هم يبتدوا ينقلوا الكوره ويبتدوا الهجمه من ورا لقدام، ده في مشاكل كبيره جدا. والنهارده كان السبب في الهدف الاول في غلطه من فيرلين مندي، الراجل بيباص لتوني كروس، الكره اتقطعت راحت جون. الكره الثانيه نفس الموضوع بالظبط، مساحات كبيره جدا وكره وصلت لغايه منطقه جزاء نادي ريال مدريد، اللي اقدر اقول النهارده اتظلم دفاعيا. يعني ضربه الجزاء اللي اتحسبت على الريال واللي نادي فيا ريال سجل منها الهدف الثاني كانت ظالمه. يعني لو شفنا الكره كلنا النهارده قلبه حاطط ايده على الارض بيوازن نفسه، وعلى حسب قانون ضربات الجزاء اللاعب لو استخدم جزء من اجزاء جسمه كوسيله للاتزان فدي لا تحتسب، لو الكره لمست في رجليه او في ايديه في اللقطه دي لا تحتسب ضربه جزاء. وهنا نادي فيا ريال يخلص المباراه بنتيجه 2-1 عشان بكره هنكون على موعد مع اشتعال لا ليجا لما هيواجه فريق برشلونه فريق اتلتيكو مدريد، وبكده نادي برشلونه عنده 38 نقطه، الريال عنده 38 نقطه، لكن بفارق ماتش اللي هيلعبه بكره نادي برشلونه. هل يا ترى هيستغل الفرصه ويقدر ان هو يتصدر لا ليجا قبل دخول المعمعه بتاع مباريات دوري ابطال اوروبا؟ هنتابع وهنشوف. لكن قبل ما نرجع لاوروبا مره ثانيه وصفقات القطبين والكلاسيكو الكبير في صفقات يناير الحالي، خبر مهم جدا خاص بكاس العالم للانديه وازمه ما زال بيعاني منها فريق الوداد. اولا على مستوى تذبذب النتائج، فريق الوداد لسه من عده ايام خسران اول مباراه يخسرها من فتره طويله في الدوري قدام فريق شباب المحمديه. والنقطه الثانيه والصعبه جدا واللي هتصعب مهمته قدام اي منافس ليه في بطوله كاس العالم القادمه، سواء بقى طبعا النادي الاهلي نادي الهلال اي فريق هيواجهه، ان الجامعه المغربيه لكره القدم منع التعاقدات لاي فريق عليه مديونيات. حاجه كده يا جماعه زي اللي بتحصل عندنا، واتحاد كره القدم منفض فيها النادي الزمالك اللي عليه ملايين، وعلى الرغم من كده سابوا خلال سوق الانتقالات اللي فات يأيد بتاع 7 أو 8 صفقات. لكن نيجي لغايه اما ندخل بقى في اجواء كاس العالم خلال الايام اللي جايه مع فريق الوداد واخباره ان شاء الله. تعالوا نتوقف مع برشلونه والصفقه الكبيره جدا اللي عايز يعملها في سوق انتقالات يناير مع خليفه ايرلينج هالاند في بروسيا دورتموند. حاليا برشلونه مكثف مفاوضاته بشكل كبير جدا مع يوسف موكوكو المهاجم الالماني اللي بيلعب في صفوف بروسيا دورتموند، ورغم انه دورتموند رافض تماما ان هو يستغنى عن اللاعب حاليا، لكن برشلونه بيغري اللاعب براتب كبير جدا. وثانيا والنقطه اللي في صف برشلونه واللي بيحاول يزايد عليها ويصعب الامور
على دورتموند لما قال ان لابورتا طلع والف تصريحات انا مش عايز اعمل تعاقدات جديده خلال يناير الحالي، ان اللاعب يا جماعه عقده بينتهي في شهر 6 2023 ورافض يجدد. يعني بروسيا دورتموند اللي معتادين عنه بيطلب 100 مليون 120 مليون 130 مليون، ممكن يطلب قيمه قليله جدا جدا في اللاعب اللي لو سابه بالشكل ده هيرحل في شهر 6 2023 مجانا. صفقه هتكون مهمه جدا، مهاجم واعد. قولي لي كمان انتوا رايكم في التعليقات، هل اللاعب ده لو جه برشلونه هيضيف ليهم ولا لا على المستوى الهجومي؟ وبس دي كل النقط والتحليلات اللي حبينا نذكرها سريعا في حلقه النهارده. يا رب تكون الحلقه عجبتكم. استاذنكم لا تنسوا الدعاء للوالد بالرحمه والمغفره رحمه الله عليه، واشوفكم على خير في حلقه بكره باذن الله. شكرا ليكم ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله.